اهلا بيكم متابعين قناة مشاوير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الفيديو النهاردة من الفيديوهات العزيزة قوي على قلبي وعلى قلب كل متابعينا، علشان الفيديو ده مميز. هنعرف فيه اسرار الفطير المشلتت من اكتر الاماكن اللي بتعمل الفطير الصح، مش الفطير بقى اللي احنا بنجيبه من الافران وكده اللي مش بيكون فيه اي فايدة. ام علي اللي انتوا شايفينها في الفيديو دي بتعمل احلى فطير في مصر كلها، كمان بتوصل لكل المحافظات. ارقام الواتساب بتاعتها هسيبها لكم في الفيديو، تقدروا تطلبوا منها الكميه اللي انتوا عايزينها. كمان هتشوفوا في الفيديو طريقه عمايلها للفطير، وكمان بتستخدم سمنه فلاحي او سمنه بقري، انواع السمنه اللي بتستخدمها عشان تكونوا مطمنين وانتوا بتشتروا من عندها. ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك للقناه، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. لو عندكم اي استفسار بخصوص الفيديو بتاع النهارده سيبولنا اسئلتكم تحت في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليكم في اسرع وقت. دي قشطه. بس دي كلها ايه؟ سمنه بلدي عالميه، مش اي فطير. مش اي كبيره حاجه. السمنه السايحه الفلاحي يا اسماء، فلاحي مسيحين سمنه فلاحي مسيحين. ام علي، احنا بنعمل هنا فطير ايه بقى؟ فطير مشلتت. ده فطير مشلتت. ايوه. اللي هو الفطير اللي بتعمليه بنحط عليه سمنه نباتي؟ لا 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 والله لا، كله سمنه بلدي؟ كله سمنه اصل بلدي. في ناس بتشتغل في النباتي والسمنه بلدي حسب الطلب، لا، انما لا، انت لا. فطيرك كله سمنه بلدي. سمنه بلدي بس احنا الناس عارفينه. دي بقري ودي جاموسه. دي سمنه بقري ودي سمنه بقري ودي سمنه جاموسه. ودي سمنه جاموسي. دي كله فلاحي. كل السمنه اللي قدامنا دي فلاحي. سمنه فلاحي، اه وكل اللي انت تحطيه على الفطيره سمنه بلدي. كلها سمنه بلدي. نوضح ما كده. بنشتغلش احنا اصلا بالسمنه نباتيه. ما بنشتغلش بسمنه نباتي. لا لا ما بنشتغلش. حلو، نحب نوضح الكلام. لا ما بنشتغلش. انا عندي هنا في تحفه فنيه بتتعمل برضو ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. حجم الصينيه الله اكبر، عايزه مش واحد، لا ده عايزه عيله، عايزه عيله ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. طيب انا هنا ملاحظ ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر، ان الفطيره حجمها كبير، الفطيره كله وربع. كيلو وربع. الفطيره شبه يعني انا استلم الفطيره عندك هنا تعمل لها بتاع كيلو وربع. ايوه ما شاء الله تبارك الله. عجين. ولا كيلو وربع عجين؟ لا كيلو وربع. يعني بعد ما بتخلص اكيد هتبقى اتقل. اتقل. صح كده؟ أيوة. ما شاء الله تبارك الله. دي كيلو وربع. طبعا حاجه بحب ادقق عليها قوي من اول وهله دخلت المكان، يهمني موضوع النظافه. انا ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر، الحاجه قدامي نضيفه زي الفل، لان دي حاجه انا شخصيا هاكل منها، فلازم اكل حاجه صلى الله عليه وسلم. النظافه دي امانه. لا هو ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر، انا يهمني بص موضوع النظافه. حضرتك في هم بيعملوا على طبق الومنيا، دي الالومنيا بتعمل صدى، تخرج صدى، لكن دي نحاس اصفر. في فرق كمان ما بين الصينيه اللي شغاله عليها ام علي، ان هي شغاله على صينيه نحاس من بتاعه ايه؟ امهاتنا، بتاعه زمان، الشغل اللي هو على قلاديمه بقى. ايوه دي بقى ما شاء الله دي بقى تبارك الله. مهما تزحلق عليه ما تجيبش زرق ولا كده. انتوا عاملين عظمه. هنا بقى لبن وقشطه. اللبن كل دي قشطه. ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر، ربنا يزيد ويبارك يا رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله، شوف الله اكبر. السمنه اللي بنحطها فيها ده قلبين. ايوه. ونردده كمان كده ونخبزه بالقشطه بالوش عليه. حطينا دلوقتي القشطه والسمنه صح كده لا واللبن. القشطه واللبن بس، ولسه هنحط حطينا القشطه واللبن. القشطه واللبن لسه هنحط السمنه. يلا يا باشا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب. شوف حاجه بتتعمل قدامنا اهي، انا رايح لها دلوقتي يا ام علي اهو. حاجه بتتعمل قدامنا ما شاء الله. يلا يا باشا، بصوا الجمال. ليه بقى؟ الله اكبر، الله اكبر، الله شيل اكبر. الكرتونه الاول يا اسماء. ليه الكرتونه دي بتتحط بقى؟ عشان في واحد حته بتحمر عن حته، فاحنا بنحطها بس هو بعد. تاني بقى الحته دي جامده جدا. في حته بتحمر عن حته. حته بتحمر عن حته، فانتوا يا سلام. الحته دي عشان تبقى بتسقع. اللي فاهم بيريح. يعني عشان الحته البيضاء على ما تيجي الحته البيضاء. وصلت يا باشا والله، ده انا بتكلم وبعيد الكلام عشان اوصل للمشاهدين يعرفوا الحاجه ماشيه ازاي. يعني عشان الحته البيضاء تستوي والحته الحمراء ما تنحرقش. ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. الكلام ده كله قشطه. يعني المشاهد اللي قاعد بيتفرج يعرف لبن وقشطه من عند ام علي. عظمه، اختراع واكتشاف. جبت رقم تليفونها بالسهل؟ لا ما كانش بالسهل، تعبت جدا عقبال ما وصلت للمكان ده. اي والله تعبت. والله لو دخلت على النت. لا يا باشا، بقول لك سالت، بص يا جماعه عايزين نوصل، وزي ما يكون سر حربي، ما حدش عايز يقول لي لا مش عارف ليه. حضرتك في ناس ما بيبقوش عارفين يوصلوا لي، بيكتبوا على النت يجي 100 واحد بيديهوله يقول له انا عاوز رقم. لا ده في ناس محتفظين بالتعامل معاكي، يعني يقول لي يعني احنا بنودي وبتاع، وعند حد في الليج وبتاع اللي هو انت، وما حدش عايز يقول بقى اللي هو عايز مع نفسه بقى ياكل كتير مع نفسه ويتمزج. لا في ناس لما بيطلبوا الرقم بينزلوا على النت عاوز رقم معين. ما شاء الله تبارك الله.
الله على السمنه البلدي، دي سمنه بقى، ايوه زبده. زبده بلدي ما شاء الله تبارك الله اكبر. خد قلب يا باشا. الله اكبر. دي كلها ثانيه واحده بقى، دي كلها ايه بقى؟ دي كلها ايه؟ سمنه بلدي. دي زبده. دي زبده بقري على بيضه فلاحي. دي كلها أيوة. زبده بلدي فلاحي على عجينه. ده ما شاء الله، ده اكله دسمه وفطير مشلتت، اكله هو دسمه. المربى بيبقى كده. ما شاء الله. المربى بيبقى سمين. ده مربى. ده اللي هو الفطير المشلتت المردد. المردد. فطير مردد. أيوة. فطير مردد. ما شاء الله ما شاء الله. ادي الفطير المردد ما شاء الله. اذا مش انت شفت احنا عجلنا فيه الزبده ازاي؟ اه ده على وش زبده اهو. على وش زبده. ودي بنخبز على المطرح. ايوه هنشوفه دلوقتي ونخبز على المطرح. في ناس بيقعدوا يقولوا ايه الكيلو بكذا والواحده مثلا ب 20 الواحده بتبقى صغيره ويرقوها زي لا لا دي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. لكن مش حاجه مخصوص كله زي بعضه يعني. لا 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 ماشي. حتى لو حد يقول له النبي يا ام علي خلي ظبط الفطير ده شويه بيبقى كله لاي حاجه. كله زي بعض. اي والله. ما بنعملش انا بنزحلق انا اللي باخد